في شوارع الأرجنتين كان في طفل صغير، أصغر من الجميع وأضعف من الجميع، لكن كان في شي مميز جدا. وقت الكرة تلمس قدمه يصير شي غير طبيعي، إنه ليونيل ميسي. لكن المشكلة جسده توقف عن النمو. الأطباء قالوا لأهله إذا لم يحصل على العلاج فإن مستقبله الكروي قد انتهى. العلاج كان مكلف جدا، ولا تستطيع عائلته تحملها، وحتى ناديه الحالي رفض مساعدته، والأبواب بدأت تغلق واحدا تلو الآخر، حتى جاء عرض من مكان بعيد، من نادي في إسبانيا اسمه برشلونة. الصفقة لم تكن عادية، تم توقيع العقد على منديل. نعم، على منديل. من طفل كان يخشى عليه من الفشل إلى لاعب لا يمكن إيقافه. هدف ثم هدف ثم تاريخ يكتب، لكن القصة لم تكن سهلة. سنوات من المجد مع ناديه، لكن مع منتخب بلاده كان كل شيء مختلف. نهائيات ضائعة، انتقادات قاسية، وشعب بدأ يفقد الإيمان، حتى قال يوما ميسي أنه اعتزل. لكن الأساطير لا تنتهي بهذه الطريقة. لقد عاد ميسي، وقاتل ميسي، وخسر ميسي، لكن في النهاية فعلها. وفي ليلة لا تنسى في قطر فعلها ميسي أخيرا، وحمل كأس العالم. لم يكن مجرد فوز، بل إغلاق لقصة بدأت بطفل لم يتوقع له أن ينجو، ونجا. أحيانا أعظم القصص ليست عن موهبة، بل عن من رفض الاستسلام. هذه قصة ميسي منذ أن كان طفلا إلى أن حمل كأس العالم. لو أعجبك هذا الفيديو لا تنسى متابعة الصفحة واللايك والتعليق، وشكرا لكم على المتابعة.